استدعى الاتحاد العام لكرة القدم 43 لاعبا من المنتخبين الأولمبي والأول لإقامة معسكر إعدادي مشترك تحت قيادة المدرب تشيكي ميروسلاف سكوب المدير الفني للمنتخبين، استعدادا للاستحقاقات القادمة التي سيعتمد خلالها سكوب على عناصر الأولمبي لتجديد المنتخب الأول. ويدخل لاعبو المنتخب الذين تم استدعاؤهم معسكرا داخليا قصيرا في مدينة مارب لإقامة معسكر تحت إشراف مساعد المدرب الكابتن محمد الزريقي بدعم من السلطة المحلية للمحافظة، لينطلق الجمعة المقبل ولمدة أسبوع، ومن ثم يغادر المنتخب إلى المملكة العربية السعودية. وتقام بطولة غرب آسيا تحت 23 عاما في العراق خلال الفترة من 12 وحتى 20 من يونيو القادم بمشاركة اليمن والعراق المستضيف وفلسطين والأردن وسوريا ولبنان والإمارات وعمان، فيما سيتم سحب قرعة البطولة في 2 من يونيو القادم بالعاصمة العراقية بغداد، حيث تقسم المنتخبات المشاركة إلى مجموعتين. وبالمقابل سيخوض منتخبنا الوطني الأول مواجهة ودية مع نظيره الماليزي في 20 من الشهر نفسه، والمجال مفتوح للاستعانة بالعناصر المحترفة خارجيا خلال الفترة القادمة وفقا لرؤية الجهاز الفني.